السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بمناسبة دخول المدارس هنعمل العيش الفينو الاقتصادي بمقادير سهلة جدا وبسيطة، واحلى واسرع عيش فينو ممكن تعملوه. جميل جدا وهش وخفيف، عامل زي القطن بالظبط، احلى من اللي بنشتريه من بره بكتير. هنعمله بدون بيض ولا زبدة ولا سمنة، وهيطلع معاكم بالجمال ده. انا عامله مخبوزات كتير للمدارس على القناه، ادخلوا شوفوها، واي وصفه عجبتكم اكتبولي في التعليقات. ومن اقل من كيلو دقيق هنعمل الكميه دي كلها. الفينو جميل جدا ما شاء الله، وما خدش اي وقت معانا خالص. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقه التحضير. عندي 6 اكواب من الدقيق، دقيق لجميع الاستخدامات. انا عيار بالكوب ده. هضيف عليه معلقتين كبار من اللبن البودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه من الملح. هنقلب المكونات الجافه كويس جدا. عندي طبق يكون واسع. هضيف 2 كوب من المية الدافية بنفس الكوباية اللي عيرت بيها الدقيق. هضيف كيس من الخميرة الفورية، نص كوب من السكر، اي نوع سكر موجود عندكم، تلت كوب من الزيت، زيت يكون نوع حلو بيفرق في جميع المعجنات. هنقلب المكونات السائلة مع بعض. هنزل بكمية الدقيق، هنقلب بالمعلقة تقلبتين، حاجة بسيطة بس. مش هينفع ان احنا نعجن بالمعلقة او باي حاجة. العجن لازم يكون يا اما في العجان يا اما هنعجن بايدينا. هنعجن كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي تماما. كل ما بنعجن كتير كل ما العجينة تكون احسن. في الاول بتكون بتلزق، مع استمرار العجن العجينة بتكون طرية جدا جدا، ملمسها طري، بتلزق حاجة بسيطة. لما هتختمر التلزيقة دي هتختفي تماما. اهم حاجة نديها وقتها في العجن. هضيف معلقة كبيرة من الخل وهنعجن. العجينة جميلة جدا ما شاء الله. اهم حاجة ان احنا على قد ما نقدر نعجن. ده قوام العجينة اللي انا عايزاه، تكون طرية جدا جدا، ملمسها طري، بتلزق حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين. هدهن الطبق شوية من الزيت وهحط العجينة وهغطيها وهسيبها في مكان دافئ لحد ما تختمر. ده شكل العجينة ما شاء الله بعد ما اختمرت، ما خدتش اي وقت معانا خالص في الخمران. هدهن الرخامة او المفرش اللي هشتغل عليه دهنة بسيطة من الزيت، وهحط العجينة. شايفين العجينة عاملة ازاي بعد ما اختمرت؟ مفيش اي تلزيقة خالص في العجينة. عند القطاعة هقطع على قد صباع الفينو اللي انا عايزاه. حجم صباع الفينو حسب ما انتوا عايزين. انا بقطع بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده. انا بحب الفينو يكون الحجم بتاعه صغير. عندي طبق دهناه دهنة بسيطة من الزيت، وهنقطع العجينة. انا بقطع كله حجم واحد علشان صباع الفينو يبقى كله حجم واحد زي ما انتوا شايفين. هنقطع العجينة كلها بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده. بنقطع وبلم العجينة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. هنقطع واحدة كمان وبنلم العجينة. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ هنقطع الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا. انا قطعت الكمية كلها. دي الكمية ما شاء الله من 6 اكواب دقيق عملت الكمية كلها اللي حضراتكم شايفينها دي. هاخد قطعة من العجينة وهقلبها على الناحية التانية وهنفرد. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ بتتفرد معايا بكل سهولة لان انا عجنتها كويس جدا جدا وسبتها تخمر. كل ما بالعجين بيريح وبيختمر كل ما بيتفرد معانا بكل سهولة. انا فردت العجينة زي ما حضراتكم شفتوا وبلف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة واحنا بنعمل شكل صباع الفينو ان احنا نضغط عليه. هنقفل الطروف وهنقفل الجناب
بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبنلف لفة كده. هو ده صباع الفينو اللي انا عايزاه. عندي صاج دهناه دهنة بسيطة من الزيت، واحط عليه صباع الفينو. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ العجينة جميلة جدا ما شاء الله، ما خدتش وقت معانا خالص. بناخد قطعة من العجينة وبقلبها على الناحية التانية، وبنفرد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اهم حاجة ان احنا نفردها كويس، وفي نفس الوقت ان احنا نسويها. كل حاجة واضحة قدامكم في الفيديو. انا ما استخدمتش ولا نشابة ولا فرادة، انا بفرد بايدي زي ما انتم شايفين، وببرم نفس صباع الفينو بالظبط زي ما انتم شايفين، وبضغط وبنقفل. اهم حاجة ان احنا نقفل كويس جدا زي ما انتم شايفين، من الاطراف ومن الجوانب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ مش بتلزق خالص، طرية جدا جدا، ملمسها طري لانها خدت وقتها في العجين، وخدت وقتها كمان في الخمران. شايفين شكل صباع الفينو عامل ازاي؟ شكله بيتكلم عن نفسه بصراحة، جميل جدا ما شاء الله. اهم حاجة ان احنا نسيب مسافة بين الاول والتاني علشان لسه هيختمر معانا، ولسه كمان وقت التسوية هيختمر كمان تاني. خدت قطعة من العجينة وفردتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اهم حاجة ان احنا نسويها وبنلف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنضغط وبنقفل. التقفيل زي ما انتوا شايفين بالظبط، بنقفل الاطراف والجوانب كويس جدا وبنلف. ده شكله اهو، وبحطه على الصاج. هنسيب مسافة بين الاول والتاني عشان لسه هيختمر معانا تاني. انا هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا. ده شكل الفينو ما شاء الله. بعد ما خلصت كل الكمية انا هسيبه لحد ما يختمر مرة تانية. ده شكل الفينو بعد ما سبته لحد ما اختمر ما شاء الله واتضاعف حجمه. عندي نص كوباية من اللبن، عليها كيس من الفانيليا. هندهن وش الفينو من فوق زي ما حضراتكم شايفين. الفينو جميل جدا ما شاء الله، وما خدش وقت خالص في الخمران زي ما انتم شايفين. ولسه كمان اول ما يدخل الفرن هيرتفع تاني كمان. هندهن الوش زي ما انتم شايفين. لو مش موجود اللبن هندهن بصفار البيض عادي. هنضيف عليه معلقة كبيرة من الخل، هيديك نفس اللون برضو. عندي سمسم، سمسم يكون ني، ده اختياري، ممكن تستغنوا عن الخطوة دي خالص. هرش على الفينو سمسم من فوق زي ما انتم شايفين. بجد بيدي شكل جميل للفينو، وفي نفس الوقت بيدي طعم احلى. ممكن تستغنوا عن السمسم لو انتوا مش بتحب السمسم، ممكن تسيبوه سادة بيبقى طعمه جميل برضو. انا خلصت زي ما حضراتكم شفتوا. هدخله الفرن على الرف الاوسط. ده شكل الفينو ما شاء الله بعد ما استوى وخد اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. اهم حاجة اي معجنات بنخرجها من الفرن هنغطيها على طول علشان تفضل طرية معانا. شايفين الفينو عامل ازاي؟ جميل جدا ما شاء الله، وما خدش وقت معانا خالص ولا في الطريقة ولا في التسوية، وطالعة بالشكل والجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. هوريهولكم دلوقتي ازاي قد ايه طري وهش ومرتفع حجمه زي ما انتم شايفين، ولونه جميل جدا من بره ومن جوه. ده شكل الفينو ما شاء الله، جميل جدا. ومن اقل من كيلو دقيق عملت الكمية اللي حضراتكم شايفينها دي. ممكن تكبروا الفينو وممكن تصغروا حسب ما انتوا عايزين. انا عملت الحجم اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين الفينو عامل ازاي؟ هوريكم شكله عامل ازاي من جوه، وقد ايه لونه ابيض، وقد ايه طري وهش جدا ما شاء الله. الفينو جميل جدا، لونه جميل زي ما انتوا شايفين. هفتحه واوريهولكم من جوه عامل ازاي. شايفين هش ازاي وطري، ولونه ابيض جدا من جوه، ومهما بتضغط عليه بيرجع لمكانه تاني. جربوه بنفس المقادير والطريقة وان شاء الله هتعجبكم، ومش هتبطلوا تعملوه تاني، ومش هتشتروا من بره تاني. بصراحة الفينو جميل جدا، مقاديره كانت سهلة وبسيطة زي ما انت شفتوا. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص معانا. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.